عشان تدخل الدش الياباني لازم يبقى كلنا مع بعض كده شله، ولازم يقول لك اول حاجه جيت نيكد، يعني اقلع ملط يا باشا، خليك بلبوص. قاعد في فندق محترم جدا في اليابان عشان خاطر اصور لكم التجربه اليابانيه في الفنادق. فقلت جميل جدا، رحت حاجز في فندق زي الفل. دخلت الفندق لسه داخل الاوضه ما لقيتش فيها دش، فبسال ايه يا عم فين الدش؟ قال لك لا، هنا في الفنادق اليابانيه في التجارب اليابانيه لازم تبقى دش ياباني، والدش الياباني عندنا عمومي. قلت لهم دش عمومي ازاي يا عم الحاج؟ قال لا. قلت له مثلا يبقى هيبقى جوه الدنيا تمام ماشي، هيبقى تشاش لكن في نفس القاعه لا. عشان تدخل الدش الياباني لازم يبقى كلنا مع بعض كده شله، ولازم يقول لك اول حاجه جيت نيكد، يعني اقلع ملط يا باشا، خليك بلبوص، دي اهم حاجه. وبعدين الدش الياباني ما ينفعش يشتغل غير من 5 بعد الظهر لغايه الساعه 9 ونص الصبح. يعني لو واحد صحي الصبح، انا عايز اصحى الصبح الساعه 10 عايز استحمى، لا ما ينفعش والله. انت في فندق ياباني، في تجربه يابانيه، في حمام ياباني، في دش ياباني، فلازم تبقى انت ايه بلبوص ياباني. وما ينفعش، اليابانيين قال لك ما بيحبوش يستحموا من 9 ونص الصبح لغايه 5 الظهر، اللي هم بيصحوا بدري فبيستحموا بدري فبينزلوا بدري. فاحنا المفروض نبقى زيهم. قاعد في فندق انا دافع فلوس عشان خاطر في الاخر ما استحماش من 9 ونص الصبح لغايه 5 الظهر، اللي هو بيقول لك ده بيبقى في الشغل بتاعهم، فما فيش حد بيستحمى. فانا المفروض ابقى كده ماشي جميل، ما فيش مشكله نبقى بلابيس. قال لك لازم الاول انك انت لو سمحت اقلع هدومك قبل ما تدخل الحمام، قبل ما تدخل يعني الدش. ماشي جميل. قال لك بقى هنا ايه الاداب. فانا داخل يعني داخل بلبسي كده، قال لك لا يا باشا هنا تقلع ملط بلبوص. وبعدين قالوا لي الاداب بقى، طلع جابوني بالصور كده وقال لك الاداب بتاعه الدش جوه. اول حاجه لازم تقلع هدومك، ماشي اتفقنا. لازم تدخل بلبوص، يعني هنا بسم الله الرحمن الرحيم الناس بتقلع هدومها وشايفين كله يبقى بلبوص، وده الكلسون بتاع حد اهو، يعني كيلوت بتاع حد، وتدخل بلبوص يا باشا ماشي. ودي حاطين لك الحاجات، ممنوع لبس الشورت، ممنوع انك انت تقف تستحمى وانت واقف، لا تقعد. ما ينفعش تستحمى، اليابانيين ما بيستحموش هم واقفين، بيستحموا هم قاعدين. وما ينفعش تستخدم اي لبس معاك في اي حاجه. تعال ندخل كده ونشوف ايه الدش الياباني عامل ازاي. اهو دخلنا جوه لقيتهم بيقولوا لي هو ده الحمام، هو ده الدش. قلت لهم ايه يا جماعه انا مش عايز انا هستحمى. هو ده الحمام؟ قال لك اه، بتجيب الشامبو بتاعه بتقعد جوه وخلاص. قلت لهم يا جماعه انا مش عايز استحمى مع الناس، يعني انا مش عايز اقعد كده ما شاء الله مع الجماهير عشان خاطر استحمى. قال لك خلاص يا باشا استحمى لوحدك. قلت لهم جميل، اديني من الحمام لوحدي. قال لك اهو ده الدش. قلت لهم نعم. قال لك ايوه ده الدش الياباني العمومي او الدش الياباني المنفصل، لو انت عايز تستحمى لوحدك ومحدش يشوفك اهو. قلت لهم اهو. فانت تقعد كده تستحمى تبقى بلبوس، لازم تدخل بلبوس وتستحمى، وبعدين ايه بتملى كده وتروح تطشش على نفسك، وتملى وبعدين تطش على نفسك وبعدين تستحمى. بس ما ينفعش تبقى وانت واقف، لازم تبقى وانت قاعد، فلازم تقعد وبعدين ايه تبتدي بقى ايه تحمي نفسك. تقعد بقى تدش على نفسك كده وتهيص، واللي جنبك قاعد واللي جنبه قاعد مقرفص واللي جنبه قاعد مقرفص واللي جنبه قاعد مقرفص واللي جنبه قاعد مقرفص، كلنا حبايب بقى وايه قاعدين مع بعض بلابيس بنستحمى في التجربة اليابانية في التشاش العمومية، والموضوع خربان 100%، والدنيا يعني في الكوسة البتنجانية، وادي دش كمان ودش كمان. هيصوا بقى. انا قلت بس يعني بجد من كتر ما انا مش مصدق اللي بيحصل قلت ان انا اصوره لكم عشان خاطر يعني يوصل لكم كل حاجه معايا في اليابان. وده الطبيعي بتاع اليابانيين يا جماعه، ان هم كلهم بيقلعوا مع بعض ملط ويقعدوا يستحموا مع بعض هنا في الفراغ العظيم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتابعونا على صفحاتنا الرسميه على الفيسبوك يوتيوب انستجرام تيك توك. حجاجوفيتش ترقعوا اجمد لايك، احسن كومنت، اصيع شير عشان خاطر الفيديو يوصل لاكتر عدد ممكن حول العالم ويشوفوا الدش الياباني عامل ازاي، وان هو بجد مختلف عن اي دش تاني. كان معكم احمد حجاجوفيتش من كوكب اليابان الشقيق. اشوفكم على خير باذن الله في حتت تانيه كتيره جدا. واوعوا لما تيجوا اليابان تقعدوا في فنادق ياباني عشان ما تاخدوش التجربه اليابانيه. سلام.